هي اكتر من دستة جاتوه في يوم واحد، فالفيديو ده النهارده تستفيدي منه جدا انك تعرفي تكوني ازاي مظبطه نفسك. جالك بقى حفله، جالك عيد ميلاد كبير، جالك ربنا يرزقك يا رب خطوبه. كل الحاجات النهارده هتستفيديها او ازاي ترتبي نفسك. اول حاجه هتعمليها انك تشوفي الخامات اللي عندك وتشيكي على ايه اللي ناقص بجد. يعني شوفي بيضك، حاجتك، احسبي انت تضربي كام سبونج قبل ما تبدأي. ما تسيبيش حاجه لساعتها للعب دماغك، لان دماغك مش هيبقى فايق. لا، كل حاجه ورقه وقلم كده، انا هستخدم كذا بيضه، هستخدم كذا. وما تسيبيش حاجه للاحتمالات، لا. ودايما اعملي يعني اعملي على الزياده مش على النقصان، فاهمه؟ يبقى عندك الحاجه بزياده وسبونشاتك بزياده وكل الدنيا بزياده، تمام. قبل ما ندخل كده ونتشغل في الفيديو واقول لك انا بعمل ايه، صلي الاول على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. صلي على النبي كده في التعليقات عشان كده يبقى فيديو مبارك كده. وتعالوا نشوف النهارده اليوم بتاعنا ماشي ازاي. ده كان جاتوه خطوبه، فتعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه في الجاتوه، ازاي رتبت نفسي. شفت خاماتي وشفت حاجتي، والحقيقه كنت جايبه الخامات ومستعده للجاتوه ده، لان انا عارفه ان هنعمل الجاتوه في الوقت ده، فاهماني؟ فانا رحت جبت جبنا الخامات وظبطت كل حاجه. عندي ورق الكب كيك، عندي العلب بتاعتي، كل حاجه كانت محسوبه، حاطه بالبيضه اللي انا هستخدمها في اليوم ده. فانا بستخدم ايه للجاتوه؟ بستخدم صاجين 32 تقريبا في 45 او في 43 تقريبا يعني. المهم هو مش 30 في 40 قوي، لان المقدار ده في 30 في 40 حقيقة هيبقى كبير. انا بستخدم كالعجان بتاعي ده، لان في واحدة كمان حبيبتي كتبت لي فكرتوني العجان بتاعك نوعه إيه؟ يا ريت ما لا مش مشكلة تعرفي نوعه لانه مش احسن حاجة. فانا لو انا بستخدم عجان قوي هستخدم للصاجين دول 500 جرام وست بيضات. لكن انا النهارده عشان مش عايزه ادي اي حاجه للظروف وعايزه الحاجه تطلع حلوه وجميله، فاستخدمت 600 جرام بسبع بيضات، تمام. عايزه الحاجه الاسبونش معايا يطلع عالي وحلو، فقلت بزياده النهارده، فعايزه اعمل الحاجه بزياده بس تكون احسن. مش هتفرق معايا البيضه او هيفرق معايا ال 100 جرام سبونش اللي هحطهم زياده، بس هيفرق معايا ان هيريحوني في الشغل وما هيطلعش صاج قليل شويه او صاج سمكه مش عاجبني او الكلام ده كله. فقلت ريحي دماغك واعملي الحاجه بزياده النهارده. هي مش مشكله الزياده اللي هتحصل دي، الدنيا هتبقى تمام باذن الله. المهم كده زي ما انتم شايفين ضربت 600 جرام بسبع بيضات زي ما قلت لكم، بفانيليا، بمعلقه كبيره هرميه من محسن الجل، بنص كوبايه من الميه، بمعلقه من الخل. وحطيت ده كله في قلب العجان، وبقيت بضرب المقدار كله على بعضه 5 دقايق. وبعد كده بطلعه اقسمه على الصاجين، والصاجين نفس المقاس. دول الصاجان اللي انا بعمل فيهم الجاتوه. الصاجان ده مش بتوعي، بجيبهم من ام احمد تحت من حلو حدق ام احمد، فبجيب منها الصاجين دول. انا عايزه اقول لكم ان اليوم ده كان زحمه، بس انا قلت هرتب نفسي. اول حاجه هضرب الجاتوه ده كان خارج يوم الجمعه خطوبه، يعني هيخرج يوم الجمعه العصر. فضربت الاسبونشات من يوم الخميس العصر، تمام. يعني قبلها بيوم كده بعد العصر بعد ما اتغديت قمت اشتغلت. اول حاجه ضربت كل الاسبونشات وسبتها تهضى براحتها جدا. انا مش مستعجله عليها لان انا بادئه وعامله حسابي في الوقت بزياده كمان، فمش مستعجله على اي حاجه. فضربتها العصر. المهم انا ايه، عرفت كمان ان الكهرباء هتقطع يوم الجمعه، والجروب بتاع البلد عندنا نزل ان الكهرباء هتقطع يوم الجمعه من الساعه 6 للساعه 9. فكده عطلة كمان، خدت بالي كمان من العطلة دي. قلت كمان عشان ما اعطلش نفسي انا هدخل كده الاسبونشات من العصر، والاسبونشات هتطلع اهو. خلصت اول ضرب، هضرب الضربه التانية. كنت هضرب المفروض اعمل المقدار اللي انا قلت لكم عليه ده 5 مرات. عملتهم ال5 مرات وطلعت الاسبونشات وسبتها. حقيقة كنت هقوم من بدري اشتغل، يعني هقوم من بدري بقى اجلس واحطه في الفريزر ومش عارفه ايه. رجعت اما لقيت الجروب منزل زي ما قلت لكم كده ان الكهرباء هتقطع، قلت لا ما بديهاش، قومي يا بنتي اشتغلي. بس بدأت شغل كده حوالي الساعه 12 بالليل او واحده كمان. قلت هقفل كل الشغل ليه 11 وواحده ام كريم، انت ضاربه من بدري من العصر علشان اما ابني ينام والجو ينام والدنيا تهدى كده. غسلت مواعيني وعشيت العيال ونيمت رضا وظبطت الدنيا. وسبحان الله ربنا يهديه يا رب. قعدت اقول يا رب، كنت ده اللي خايفه منه انه يصحى اصلا في الليله دي كام مره. فالحمد لله ملك بقى اللي صحى، ملك اللي صحى تعبان زي ما قلت لكم امبارح ادعوا له. روخر واخد الدور، يلا الحمد لله والشكر لله. فالحمد لله. المهم كده ملك بدات بتعامل معاه يعني. بدله العلاج بتاعي واديت له البوسه ودخلته ينام. وكمان لما لقيته سخن قوي بدأت ان انا احميه، فالحمد لله يعني.
لان اللبوس حتى ما كانش راضي ينزل حرارته. المهم يا ولاد بدأت كده ان ايه اعمل في الاسبونشات، خليت الكريمة متماسكة عشان برضو ما تتعبنيش بعد كده. ضربت كريمة متماسكة يعني قد ايه، حسيت ان اليوم ده يبقى الجو حر، وفعلا يوم الجمعة ده كان فيه حر رهيب خطير يعني حاجة صعبة. فقلت الحمد لله ان خليت الكريمة بتاعتي متماسكة، ما عدتش هضرب على كوباية ونص من المية، لا ضربت على الكوباية عليها كوباية بس وربع من المية، ومعلقة كبيرة من الباستري، معلقة كبيرة هرمية من لبن البودر، وضربت على كده علشان الكريمة تكون متماسكة زي ما انتم شايفين قدامكم دول. وكمان لو الجو حرر اكتر من كده هنبدأ نقلل كمية المية اكتر من كده، علشان اولا طعم الكريمة يكون حلو، ثانيا ثانيا الكريمه ما تسيبش معاكي، بالذات كريمه الجاتو انا يعني بحب ان هي تكون متماسكه عشان في التقطيع والكلام ده كله تمام. بدأت كده احط كده، شوفوا كل الجاتو ما قشرتوش مره واحده للاسف، لا انا بدأت الناحيه الرخامه اللي هناك دي، ناحية الرخامة اللي هناك دي بدأت أقشر، لأن كل صاج كنت حاطاه في ده واخوه ده واخوه ده واللي زيه، يعني الصاجان اللي طلعوا بيض حطيتهم على بعض وحطيتهم في جنب وغطيتهم، كل الصاجان طلعت حطيتها، حطيت عليها ورق من فوق ومن تحت وغطيتها، سبت الورق اللي عليها يعني من تحت وحطيت عليها ورق من فوق، وبقيت اغطي كل الصاجان اللي طلعت، لغايه ما طبعا زي ما قلت لكم بردت براحتها خالص. واول ما بدأت تبرد كده براحتها بدأت اني اجيب ايه، يعني صاج بقى ان انا هاخده بقى، خدت الصاج ده اقشره زي ما انتم شايفين كده، وابدا اني اضرب الكريمه بتاعته، وضربت يعني دست الجاتوه بضرب لها قد ايه كريمه، ما ضربت لهاش برده كوبايه واحده من الكريمه، ضربت كوبايه وربع من الكريمه، كل كوبايه كريمه زي ما قلت لكم حطيت عليها كوبايه وربع بس من الميه، وربع كوبايه من السكر، معلقه كبيره من البستر هرميه، معلقه كبيره من اللبن البودر هرميه، وبدات اني اشتغل. وده السويسرو هلفه كمان معاكم، السويسرو برده كميه الكريمه اللي جوه ما تخليهاش اوفر قوي، بس برضو بياخد كريمه برضو اهو شايفين. المهم انا ايه هلف دسته واحده بس سويسرول، يعني الصاج ده بس اللي هلف سويسرول، والباقي كله هعمله جاتوه عادي. الحقيقه ما كنتش برضو هلف سويسرول، ورجعت قلت تبقى دسته كده في وسطهم كده تبقى ايه، تبقى شكلها حلو. حطيتهم كده زي ما انتم شايفين الكريمه، وهبدا الف، حطيت كيس بلاستيك لان الكيس ده مقاسه كبير وايه، وهياخد معايا اللف حلو. اهم حاجه اكون برضو مسويه الاطراف وكل حاجه عشان كل حاجه تبقى زي الفل، وهبدا اني الف. دول كانوا متعبين جدا، بس الحمد لله ان انا انجزت في الوقت المطلوب مني والحمد لله. وحسيت ان الشغل مش تقيل عليا ما دام انا قسمته على يومين او ظبطته كده زي ما انتم شايفين كده، السويسرول وكل حاجه اتلفت واتجلست واتحطت في التلاجة على حاطط الصوصات الصبح. الحقيقه ما بحبش احط الصوصات او جناش او نوتيلات او اي حاجه على الجاتوه واسيبها تبات في التلاجة لتاني يوم، لا ما بحبش كده، فبحب اعملها طازه. فمش عارفه بقى انا دي خبرتي عن الحاجات دي، خبرتي البسيطه القليله. فانا ما بحبش احط إيه جناش او اي حاجه. شوفوا انا لفته السطرور زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وهبدا اني اشيله واحطه كده على ورقه عشان ابدا اسحبه بعد كده بالورقه ويكون سهل عليا اهو. بدات اظبط كده حتى لو اتفتح منك الاسبونج شويه، بس ما دام الاسبونج طري بيكون زي الفل اهو. هبدا برضو اجلسه زي ما انتم شايفين كده، حطيت الكريمه على الوش وهبدا ايه املي كل حاجه من الكريمه، واخر سحبه دي بسحبها بورقه فاكيوم، واجيب كله سويسرول مره واحده وهوريه كده. فالسويسرول ده بتهيالي اسهل جاتوه ممكن تعمليه، وبيبقى سهل جدا وبيدي شكل حلو قوي وجميل جدا شايفين اهو. حتى لو انت على فكره ست بيت وعايزه تعملي السويسرول لعيالك مفيش اسهل منه، وتجليسه سهل وبسيط، مفيش عايز اي حاجه. انا جلسته كده بالاسباتيولا والله هي كده، وبداتش كده اسويه، بس اهم حاجه عندي ان يكون الكريمه وصلت لكل حته عشان ما يبقاش في حته ناقص وحته لا. المهم ان الجناب عندي كلها تكون ايه واخده كريمه من تحت كده ومفيش حته ايه ناقصه شايفين. اخر حاجه كده بالفاكيوم كده اهو، ما دام هي كلها متساويه هتلاقيها بالفاكيوم اتسوت معاكي على طول، وتلاقيها بقت زي الفل. حته هنا كده اتعملت بالفاكيوم، هرجع احط فيها كده كريمه اللي حسيتها ايه مش مساويه مع اللي جنبها، وهرجع اخد برضو كده اظبط لو في اي حاجه بالجناب، واخد اخر لفه كده بورق الفاكيوم واظبطها، وكده السويترول بتاعي معايا جاهز بقى كمان مره برضو بورقه الفاكيوم. ودي النتيجه شايفين بقى عسل ازاي ومتساوي جدا جدا وزي الفل كده. خلاص ده معايا جاهز، اشده كده بقى وتعالوا نشوف على اللي بعده. يلا يا ولاد ندخل على اللي بعده على طول. انا يومها لميت اي حاجه يتحط عليها بقى بلانشيت خشب بقى، مش اي حاجه. بس المهم الخشبه دي طلعت حلوه جدا، هي نتيجه كده فاهميني.
وترمي معايا، يعني ترمي معايا ان هي تستحمل يعني، لان كان عندي 5 دسات جاتوه فكميه، فاول مره انا اصلا اعمل كميه قد دي. بس الحمد لله انجزتها، رغم ان انا كنت قاعده اقول لا الكميه تبقى كبيره، بس ما حسيتش ان انا بعمل 5 دسات، او ممكن اعمل 6 او 10 او 20 او اي حاجه. ليه؟ عشان انا مرتبه نفسي ومرتبه كل حاجه. تتخضيش من اي كميه تتطلب منك، قولي باذن الله وان شاء الله هطلعها، وتوكلي كده على ربنا، ما دام انت كده ناويه كده على شغل وناويه خير، فباذن الله ربنا هيكرمك حتى لو الكميه كبيره جدا. والله العظيم ربنا هيقف جنبك ويكرمك ويعينك ويقويكي على اي شغل. ربنا يقويكي يا رب ويطرح في ايدكم البركه، احسن ما بين ايديك، اللهم امين. شايفين بقى برضو ده جاتوه الشوكولاته، ببدا اساوي كده الجاتوه، وتعالوا نشوف بقى النتيجه النهائيه على طول. ده بما ان هيبات من قبلها بيوم، فانا سقيت الجاتوه بس ما سقيتش قوي، علشان حته قطعه الجاتوه ما تبقاش ميه معايا، يعني سقيتها في المعقول تمام. ده تاني يوم بقى يا ولاد، يعني هنا تلاقوا اللبس بتاعي اختلف من اول يوم لتاني يوم، لان ده خلاص تاني يوم. وتعالوا نشوف هنحط الجناش ازاي. الجناش ده عبارة عن نص كوباية من المية، 200 جرام من الشوكولاتة، معلقتين من الزيت، او ممكن تستغنى عنها مفيش مشكلة، هي لو نوع الشوكولاتة حلوة هتبقى بتلمع وتبقى زي الفل. وحطيت كمان معلقة من لبن بودر كريم شانتيه، بس معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة على المقدار ده، يعني نص كوباية معلقة صغيرة، او ممكن كمان تستغنى عنها مفيش مشكلة، تقدري تعمليه كمان بلبن مفيش مشكلة. كل ده بينفع، والجناش بيبقى يكون زي الفل. هنا هبدأ الجناش كده سخنه. هنا الجاتوه ده اللي كان عليه الجناش ده ما كانش متلج، لان انا عندي الفرازرات خدت 3 دست جاتوه، وفي دستتين باتوا تحت تمام. في دستتين باتوا تحت، وفي 3 دست باتوا في قلب الفريزر واتلجوا واتسقعوا بقى كويس جدا. اما الدستين اللي باتوا تحت هما طلعوا الدستين الشوكولاته، فحطيت كده الجناش على طول، يعني دفيته وخليت درجه حرارته تكون معتدله، مش سخنه قوي ومش عامل قوي ومش عامل قوي، مش سخن قوي ومش بارد قوي، عشان يتفرد معاكي بالسلاسه دي، وتبقى الشوكولاته مش مكلكعه او كده. وبعدين انا اللي قلت هسيب جاتوه الشوكولاته تحت، علشان مش عايزه احط الشوكولاته لو هو تلج جدا يقفش معايا او تكلكع في مكان ومكان لا. فانا قلت بقى كان عندي اختيارات احط ايه اللي تحت وايه اللي فوق، قلت هحط جاتوه الشوكولاته اللي تحت، وبجد طلع روعه جدا. يعني انا حسيت ان الجاتوه مش لازم يتلج ولا حاجه، يعني مش لازم يوصل لدرجه يعني يبقى تلج، فاهميني؟ بس عادي انه يكون ساقع وبس تقدري تتعاملي معاه. بس مش يعني لو عندك كميه ما تخافيش انك تبيتي الجاتوه تحت، لا عادي اتعاملي معاه تحت بمنتهى السهوله. وهقول لك كمان اللي بيخاف قوي من تقطيع الجاتوه وهو يكون مش متلج، لا ما تخافيش، في طريقه تقطيع بتكون سهله جدا، والحمد لله عملتها النهارده ونجحت معايا، ولا خرطه ملت كده ولا حته ميل كده ولا اي حاجه. بس اهم حاجه طبعا يكون الجاتوه متسقع كويس، مش لازم يكون متلج تمام. شوفوا معايا في الفيديو شويه كده وهتشوفي انا عملت ايه. بدات كده زي ما انتم شايفين، نجيب شويه نوتيلا واحطهم كده في الكيس، وتعالوا بقى ننزل كده رايح جاي كده نعمل لها فيها شكل كده، ما حبيتش ان هي تكون ساده، فعملت الشكل اللي انتم شايفينه ده، وهدخلها بقى التلاجة علشان بس الشوكولاته تتماسك. احطها بقى في التلاجة الشوكولاته تتماسك شويه، وهرجع لكم. بس انا بس النوتيلا كان فيها حاجات كل شويه تعمل لي بوم 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 كده اهو. هظبط كده الدنيا تمام تمام يا ام كريم. يلا يا ولاد ندخل على التلاجة ونشوف اللي بعده. طبعا الدستة اللي بعدها وفردنا النوتيلا. يعني عملنا ايه تاني يوم؟ تاني يوم كل حاجة متجلسة ومتظبطة، بدأت اخرج حاجة حاجة واحط ايه بقى، هحط الصوصات، احط الجناش، وعملت كل الدست كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ودخلتها. دي بقى مرحلة التقطيع. هنقطع بقى دلوقتي. هنعمل ايه؟ انا حقيقة كنت بجيب حاجة فيها مية سخنة وبنزل فيها الترانش واطلع وابدأ اقطع الجنوب واقطع الخرط، بس الطريقة دي مش احسن حاجة. الطريقة اللي لقيتها احلى منها واجمل كمان، وبرضو جربتها بقى قبل كده، بس مش عارفة كلمتكم عنها ولا لا، مش عارفة ان دي اول مرة اكلمكم عنها ولا لا. المهم ان انا بجيب الترانش بتاعي اسخنه على النار، يسخن جدا يعني يسخن، وابدا اني اقطع بيه الجاتوه. بتلاقي الخرطة نازلة معاكي ستريت مره واحده، وتقطعي بيه الجناب وكل حاجه. عايزه اقول لكم ان انا ما خدتش من الجناب الجاتوه خالص، ولا اشطم الجاتوه كتير، الجاتوه كله جنب زي فوق زي تحت زي كل حاجه، فانا ما خدتش منه حاجه ولا خدت منه كتير ولا اي حاجه. شايفين انا كنت يا دوبك بجيب كده بس من الجناب حاجه بسيطه جدا جدا جدا. ما شاء الله الجاتوه اصلا كان مساوي حلو جدا، فانا اصلا ما قشطتش فيه كتير وديته بحاله كده. انا عايزه اقول لكم ان دستة الجاتوه ما كانتش بتدخل في علبه 35
عارفين يعني ايه؟ يعني العلبه مقاس 35، العلبه الكبيره دستة الجاتو دي ما بتدخلش بيها. انا عليكم ان تتصوروا ان دستة الجاتو عامله ازاي، عباره مثلا عن 5.5 او 6 حاجات بسيطه، مليات بسيطه، في 12 سنتي، او يمكن 12 ونص سنتي كمان، مش 12 لا 12 ونص. فعايزه اقول لكم الخرطه كانت مهوله وحلوه جدا وما شاء الله كبيره قوي. والوقت هوريكم صورتها. بدات اقطع الجناب زي ما قلت لكم، بس باخد الطرنش اسخنه على النار كويس قوي. وبعد استنى مالك بقى ما تتكلمش. وبعد كده اجيب الجناب اقطعها واظبطها زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هعمل برضو في كل دستة كده، في كل دستة هنزلها كده من الفريزر او من التلاجة. هبدأ اقطع الجناب واقطعها هي ذات نفسها كجاتو. ماشي. هقطع بقى الخرط بتاعتي. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا ببدأ بقى اقطع الجاتو، يعني تك 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 كده ورا بعضها. مش ورا بعضها ليه؟ يعني انا هنا عم بقطع الخرطة باخد شوية، عم اجي التانية لاني بسخن السكينة. بس برضو بين كل مرة انزلها في الجاتو واشيلها كنت بعمل ايه؟ كنت بمسحها كويس بفوطة نظيفة مخصصاها اصلا لكده. وبعد الشغل يعني بعد كل مرة بغسلها كويس قوي وعقمها واسيبها ناشفة. عشان ما انتوا شايفين كده ده اول تقطيع اول دستة. هقطع برضو تاني دستة المسطرة دي معايا علشان اقسم دستة الجاتوه بالنص وارجع اقطع. وكل دستة خدت مني كده وسبتها زي ما هي، يعني بعد التقطيع سبتها زي ما هي ودخلتها الفريزر لان زي ما قلت لكم بعمل كمية. تمام. كانت داسته باللوتس والنوتيلا البيضه وكانت شكلها حلو جدا. وزي ما وجبتها كلها كده بالطول، ما عملتش بقى فيها مثلثات علشان تكون الشكل واضح كده وكله يكون شكل بعض. وانا حطيت كمان كل علبه فيها الداسته شكل بعضها، يعني تمام اللوتس كله كده مع بعض. ما شكلتوش ومش عارفه بقى العميله ما طلبتش مني فانا ما شكلتش. تمام. والحقيقه ما خدتش رايها، يعني انا اشكل لك دست ولا اسيبها كلها كده على بعضها. فسبتها كلها كده زي ما انتم شايفين. والجاتوه طلع قمر قمر زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم يا ولاد؟ دي عم اوريكم شكل السويسرور. عملته شكله كده إيه، في سويسرور غطيته كله بالفراوله وسويسرور تاني مشيت رايح جاي بيه بالكراميل والنوتيلا. تمام. وده اول شكل خلصته وفنشته. بعد ما خلصتهم تقطيع رجعت خرجتهم من التلاجة برضو دستة دستة وفنشتها. ده برضو لسه هحط عليه كريسبيايه، حسيت انه كده فاضي شويه فرجعت حطيت عليه كريسبيايه. وده السويسرور قطعته وده الشكل النهائي ليه. بصوا بقى واتفرجوا يلا يا ولاد، يلا كده نتفرج. ده برضو الشكل النهائي. حطيت كله بقى كريسبيات على كل دستة برضو دخلتها التلاجة شوية ورجعت بقى خرجت كل دستة هحطها عليها ورق الكب كيك. شايفين الجاتو؟ فشايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله شكله عامل ازاي وارتفاعه عامل ازاي. وجاتو ابيض وعسل وقمر عامل ازاي. وجاتو كده يتشفط شفط اسمها ايه؟ يتاكل اكل. شايفين خرطة الجاتوه عاملة ازاي؟ شايفين التقطيع عاملة ازاي؟ شايفين الجاتوه عامل ازاي وارتفاعه عامل ازاي؟ انا عايزة اقول لكم ان كله قمر كده. قولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كان جميل جميل جميل. والسبونش ابيض وزي العسل ازاي. وخرطة الجاتوه خرطة تملى العين كده. محدش يقول لي خرطة محلات، محدش يقول لي تسعيرة المحلات. المحلات ما بتعملش الجمال ده بجد. نظافة جمال في البيت، حد كده واحد بس اللي حط ايده في الحاجة حاجة كده يعني. الله ينور الله ينور يا ام كريم، الله ينور يا عم بخ. زي ما انتوا شايفين كده دستة دستة خرجتها حطيتها في العلبة بتاعتها ورجعت دخلتها التلاجة. ورجعت خرجتهم بقى علشان الحقيقة لازم اصور برضو الشغل بتاعي. دي دستة الشوكولاتة فلازم اصور الشغل بتاعي وكل حاجة. فعملت الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين زودنا شوية بندق كده جنب الشوكولاتة المبشورة. وكانت شكلها حلو قوي. الرسمة دي كانت تحفة تحفة تحفة. والحقيقة كانت شكلها مغري قوي قوي قوي. شايفين ارتفاع السبونج عامل ازاي وارتفاع الجاتوه عامل ازاي ما شاء الله. تعالى بقى اما اوريكم الشكل النهائي وكل حاجه. انا خايفه النهارده اكون طولت عليكي ورغيت عليكم، بس بجد ايه كنت عايزه اقول لك لو انت عندك حاجه كامله ان شاء الله تعملي 10 دوسة جاتوه فمني مش 5 بس. تكوني مرتبه نفسك مش شايله كل حاجه من التلاجة. مرتبه كل حاجاتك، ما تحتاجيش لبيضه ما تحتاجيش لسبونج. هتخرجي حاجه عظمه. يعني اختاري لو عندك عيال زي كده او حتى عيال صغيرين تشتغلي في الوقت اللي خلاص العيال نامت فيه. احنا اشتغلنا من بالليل سبونش وجلسنا والصبح حطينا الصوصات على كل مره واحده، كريسبيات على كل مره واحده، قطعنا مره واحده، حطينا في العلب مره واحده. انا عايزه اقولك ان انا على الظهر كنت مخلصه كل حاجه وما كانش عندي اي حاجه غير اني الم المطبخ، يعني الم بس المطبخ الحاجات البسيطه ونعمل لعيالنا الغدا والكلام ده كله.
فانا كنت يعني من قبل الساعه 1 وانا مخلصه كل حاجه، والحاجه محطوطه في علبها ومحطوطه في التلاجة ومش لاقي حاجه اعملها. عشان كده بقى اديت تلاقي وقت التصوير على مزاج، يعني مخلصه بدري هتصوري بدري. فدي كانت نتيجه الخمس دوستات اللي انا عملتهم. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. باللهم ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وده كل بقى الجاتوه اللي انا عملته. هصور لكم بقى بالتفصيل، وانا عايزه رايكم في الاشكال وفي كل حاجه اتعملت النهارده. والحمد لله ان كل حاجه طلعت اكتر من رائعه، وكل حاجه طلعت حلوه جدا، والحمد لله والشكر لله الواحد راضي عنهم. وكل حاجه طلعت زي الفل، ومتاكده ان الطعم خطير، لان طبعا دقنا لكم ان الحاجه الطازه دي بتكون احسن من مليون محل. اشوفكم في فيديو جديد. لايك للفيديو على عجبكم، ومع السلامه.